مين فينا بقى كلنا ما بيجيش عليه الوقت ويلاقي مطبخه زي ما انتوا شايفين كده؟ مين فينا بقى اما بيصحى من النوم كده يصحى على المنظر اللي انتوا شايفينه ده؟ شايفين دهون في كل حتة ومواعين في كل حتة، ولازم بقى ان احنا ايه، نتنشط كده وناخد باور كده من اول اليوم ونتحرك. واحنا مش هنفضل قاعدين وكل كم التراب ده وكم المواعين اللي عندنا اللي محتاجة تتغسل واللي محتاجة ان هي تتشال من مكانها واللي محتاجة ان هي ترجع من مكانها. ومحتاجين بقى ان احنا ناخد المطبخ ده غسلة متينة بقى. حط اللايك الجميل بتاعك وادخلي برجلك اليمين. وانا ريهام احمد. لو لسه اول مرة بتشوفي قناتي يا ريت فضلا وليس امرا تشتركوا في القناة. علامة الاشتراك اللي بتظهر لكم تحت الفيديو باللون الاحمر تضغطوا عليها ضغطة كده هيطلع لكم 3 خيارات، اختاروا اول ضغطة، اول خيار يعني، علشان كل ما انزل فيديو جديد او بوست جديد على القناة او لايف على القناة يوصلكم اشعار بيه. تدخلي تنوريني باللايك الجميل بتاعك يا قلب اختك، وكمان تعليقك اللي بستناه كل فيديو. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، احلى اخوات وصحاب في الدنيا. النهاردة فيديو قوي جدا جدا جدا، يعني هتطلعي من الفيديو ده متنشطة من الاخر. اي حاجة بقى وراكي كده هتقومي تعمليها، يعني اول ما تتفرجي على الفيديو كده هتاخدي باور، حملة نشاط كده وحيوية في المطبخ. يلا بقى ما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وياتي بها الفرج. زي ما انتوا شايفين كده دخلت على المطبخ كل نشاط وحيويه. بصراحه ربنا اتاخرت شويه في الروتين ده لاني بقالي كام يوم مكسله ان انا اعمله. المفروض ان هو كان اتعمل من كام يوم، كام اسبوع من اول الشتاء. المفروض ده الروتين ده انا كنت عاملاه ان انا ابدا فيه من اول الشتاء. بصوا مش عارفه اتصرف ولا ابدا منين ولا اعمل ايه. فانا محتاجه ان انا اغسل المطبخ من اوله لاخره، محتاجه ان انا ارتبه، عفوا. محتاجه ان انا ارتبه، محتاجه في حاجات كتير جدا 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 محتاجه ان هي تتعمل فيه. استعنت بالله بقى وكده وقمت اتنشطت النهارده وقلت ابدا ايه حاجه حاجه. هنعمل روتين قوي جدا جدا جدا، وكمان هيتفضل حاجات محتاجين ان احنا نعملها. يعني الشغل ما بيخلص مهما بدأتي فيه بدري، مهما بصي كان كلك طاقة وحيوية كده، لكن الشغل ما بيخلص. لازم تلاقي ايه وراكي ديل كده متفضل. فانا قلت ايه حاجة بس ان انا ايه, انجز وقتي وانجز روتيني وانجز مطبخي، انضف مطبخي، اعمل على قد ما اقدر حاجة النهاردة. بيجي علينا وقت كلنا، مش انا لوحدي، وانا عارفة الكلام ده كويس. الكلام ده لكل ست مصرية، كل ست متجوزة. بيجي علينا وقت كده مكسلين مش عارفين ايه نقوم من مكاننا، حتى مش عارفين نتحرك من مكاننا. فبتلاقوا بقى ايه الدنيا اتدهولت، يعني بدل ما بقى كان وراكي حاجة بقى ما وراكي حاجتين. والولاد وتنظيف بره وتنظيف جوه والدروس تودوا دروس ونجيب من مدرسة. انا عن نفسي بعمل كده فهل انتم بتعملوا كده ولا لا؟ يعني انا بصحى الصبح اودي الولاد المدرسة واجي اجيب، اجي بقى بعد ما اودي الولاد المدرسة على بال ما يكونوا طلعوا من المدرسة اكون حضرت الفطار، تكون ريماس جت من المدرسة جت من المدرسة، يعني عشان بس لخبطة. تحس ان حاجات كتير بتعمل في اليوم. آه اكون وضبت الفطار ماس تيجي، ما بيرضوش يسلموها احمد في المدرسة. فبضطر ان انا البس تاني واروح اجيبه الفطار ابقى حطاه، نقعد نفطر. في حاجات كتير، اطلع للطير، انزل من عند الطير في واجب هومورك عايز يتعمل. في حاجات كتير عاوزة تتنجز، في مثلا صالة لازم تتروق كل يوم، في أوضة نوم عاوزة تتروق كل يوم يا ريهام، في مطبخ يا ريهام عاوز مواعين كل يوم. فتحسوا ان الدنيا بتبقى متدربكة كده. فقلت النهاردة بقى ايه طالما انا موريش حاجة، الشقة نظيفة خالص. كان ورايا حاجات بسيطة والولاد كانوا قاعدين من المدرسة لانهم احمد ما وراهوش النهاردة وريماس تعبانة، فقلت انجز حاجة النهاردة كده طالما يعني المسؤولية النهاردة خفيفة. فقلت لازم بقى اقوم اتنشط كده معاكم واعمل لكم فيديو بقى ايه يشجعكم كده، علشان انتوا لو وراكم زي كده هم ما يتلم تقومي تنجزي فعملت ايه يا ريهام؟ خدتينا في دوكا، انا عارفة ان انا صدعتكم، لكن بجد في حاجات يعني احنا شايلين فوق طاقتنا. احنا تحسوا كده ان احنا كبرنا بدري، مش عارفة ليه.
فربنا يعيننا اللهم امين. وربنا كده كل واحد وراه مسؤولية يكون شايلها كده، وهو بصوا يعني ما تبقاش حمل عليه، تبقى حاجة خفيفة جدا جدا عليه. اللهم امين كلنا. ربنا يجبر بخاطرنا كلنا ويدينا الصحة. اهم حاجة ان احنا علشان نعين نفسنا على الحياة وعلى الولاد وعلى الشغل بتاع الدنيا دي، او شغل الشقة، او كل حاجة بتتعمل. فربنا يعيننا اللهم امين. عملت ايه بقى يا ريهام؟ دخلت عملت ايه؟ فدخلت على المطبخ على طول، قلت انجز اي حاجة الاول. فحبيت ان انا ابدأ بقى ببوتاجاز، لان كان في شغل كتير. زي ما انتم شايفين كده انا غسلت البوتاجاز من اوله لاخره، غسلت الازاز بتاعه، غسلت الباب بتاعه، غسلت ما بين المفاتيح كده كان متراكم برضو عليه دهون. كنت مكسلة عنه. انا كنت كل اللي بعمله بدخل ان انا انجز يومي، بس اغسل البوتاجاز من فوق كده وامسحه وانضفه وانشفه واشتغل عليه على طول. فقلت النهارده بقى بما ان الروتين قوي النهارده، فلا انا بصوا بقى هنجز كله كده مع بعضه. عملت ايه دلوقتي؟ دخلت وجبت بقى سترس ده المنقذ بتاعي بصراحة. ربنا فيه باور، فيه حاجات كتير جدا، لكن انا ما تعاملتش مع اي حاجة غير سترس. ليه؟ لان هو المتوفر في منطقتي، وكمان يعني سعره في على قد الايد، يعني في متناول الجميع. وفي كمان اللي هي اللهلوبة كنت بستخدمها، كانت حلوة برضو. لكن سترس بينجز معايا في حاجات كتير جدا جدا، وبستخدمه في المطبخ من اوله لاخره. شايفين خلال البوتاجاز بيبرق؟ كم الدهون اللي شلتها النهاردة من على البوتاجاز مش قادرة اقول لكم. وكم بقى الحاجات اللي كانت واقعة عليه، كم مثلا الاكل رز بصوا كان طالع عينه زي ما انتوا شفتم طبعا، وشفتوا الدهون كان عاملة ازاي. اول ما حطيته بحطه كده واسيبه ما يجيش 5 دقايق على بال ما انجز بس حاجة تانية، وارجع للمكان تاني. بصوا بخليه الاقيه كده بيبرق. بصوا كده انا كنت غسلت البوتاجاز كله وكنت بنشف. لازم بعد ما اغسل البوتاجاز انشف، علشان لو فيه آه باور يعني متراكم سترس من يعني حاجة منظف ده متراكم على البوتاجاز او على المكان اللي انا غسلاه، ما ينفعش ان انا اسيبه كده ما يبقاش ايه ممسوح كويس. شايفين؟ قشطة قشطة فل شمعة منورة. تعملي ايه دلوقتي يا بنتي يا ريهام؟ رايحة فين؟ تعالوا بقى نقعد قعدة حلوة كده. بص انا قمت تاني وقعدت تاني، مش عارفة انا قمت تاني وقعدت تاني ليه. اهم حاجة لو وصلت لحد هنا وشايفة ان الفيديو يستحق انك تحطي له اللايك الجميل بتاعك، يا ريت ما تبخليش عليا باحلى لايك من احلى اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. وكمان حابة ان انا اشكركم على كل لايك بتحطوهولي. وكمان يعني برحب بكل اخت واخ بيدخلوا لي في القناة جداد كل يوم. فتشريفكم ليا واشتراككم ليا في قناتي وتشجيعكم ليا على راسي من فوق. زي ما انتوا شايفين كده بصوا مولد وصاحبه غايب. طالما احنا قلنا روتين بقى وننجز فهننجز كله. ففتحت زي ما انتوا شايفين الضلفة كان محتاجة برضو ان هي تتظبط. مواعين من فوق محطوطة على مواعين تحت، وحلل محطوطة كبيرة محطوطة على صغيرة فقلت ايه برضو اروق بقى الدنيا كده، بحيث مطبخي يبقى رايق. مش شرط ان الروتين ده ان احنا نعمله في دخلة عيد، في دخلة رمضان، لا عندنا دخلة شتاء كمان. وبعد كده مش هنتحرك من مكاننا. هتقولي لي ليه يعني؟ واحنا هنعفن او هنقعد بقى ونسيب شقتنا بقى تضرب تقلب؟ انا واحدة من الناس اللي بحب في الشتاء ان انا يبقى يومي ماشي عامل ازاي. يبقى مثلا التلفزيون جوه عندي في الأوضة، وقاعدة كده بصوا على سريري بقى حواليها شوية السفندي وشوية البرتقال وبصوا ضربة الدنيا طناش على الدنيا السلام. تمام. فقلت النهاردة بقى على الله حكايتي، وقمت بقى ايه اتشجعت عشان انجز ده كله قبل ايه دخلت الشتاء. طبعا في اماكن كتير شتت فيها وهتقولولي ده الشتاء دخل وبصوا احنا بقينا يعتبر كده في نص الشتاء. هقول لكم لا، ما شتتش عندنا ولا مرة غير مرة واحدة، ونقعت نقعتين كده فرحتنا بيهم، وبعد كده خلاص. بصوا بقى انجزت المطبخ كله وكان شكله كده. حطيت الحلة الكبيرة بقى في وسطها الحلة الصغيرة، لميتهم كلهم على قد ما اقدر، لان عندي التلاجة واكلة لي نص المطبخ. وهنا لميت التيفال في بعضه، وكمان لميت البلاستيكات في بعضيها، وكمان الصواني في بعضيها. وده كان الشكل النهائي بتاعه. نقفل بقى الضلفة دي ونيجي على الضلفة التانية. وكان عندي الخزين بتاعي مضطرة ان انا اقعد برضو
وارتبه، لان انا كنت عامله ضلفه تانية للخزين، فكنت حاسه ان عاوزه اغير، يعني اي حاجه بسيطه كده في يومك او اي حاجه بسيطه كده في حياتك غيريها علشان تحسي ان انتي ما يبقاش روتين كده. هقول لكم تقليدي، يعني ما فيش تبقى حاجه جديده في حياتك. لا، انا كنت عامله الخزين ده كله، كنت حاطاه في المطبخ فوق من فوق كده. طبعا من ساعة ما انعزلت وبقيت في عيشة لوحدي، فاضطريت بقى ان انا في حاجات كتير كترت عندي، يعني هقول لكم شاي وسكر وزيت وكل ده كله 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 كله. طبعا ما كانش في الحاجات دي كانت تبقى في شقتي، لا كنت طبعا في بيت العيلة كله. فدلوقتي لا، يا خلاص بقى كل حاجة اتغيرت، فلازم بقى يبقى خزيني يبقى جنبي كده وانا قاعدة اطبخ، يبقى حاجتي جنبي. بصوا، رصيت كل حاجة، شاي وسكر وملح، ورصيت على قد ما اقدر. خليت الضرفة دي للخزين. كنت عاملة اللي فوق قدامكم دي، لكن حسيت بقى ان حابة ان انا اغير يعني. وكمان الولاد لما ما بدخلهم مثلا ببعتهم المطبخ يجيبوا لي مثلا شوية ملح شوية سكر كده، فما بيطولوش الضلفة اللي فوق دي. فانا قلت لا، انا هغير كده واخليها الضلفة اللي تحت كده شوية. ففتحت الضلفة اللي هي كان فيها الخزين اللي فوق دي، لقيت فيه حاجات بقى واقعة كده، مكرونة على لسان العصفور، فقلت انضف ده كله. نزلت ده كله وقلت طبعا اخد بقى الرف اللي فوق ده. انا ما سبتش ولا رف في المطبخ غير لما مسحته ونضفته وكمان رصيته. اسفه بقى لو الفيديو هيطول عليكم شويه، لكن استحملوني، لان حبيت بس ان انا اشارك معاكم روتيني بيبقى عامل ازاي لما يبقى ورايا حاجات كتير. يعني لما نقول روتين قوي، يبقى هو لازم روتيننا قوي، يعني نشيل الجمل بما حمل كده. هنا بقى حطيت العلب دي فوق كده. هتقولي لي انتي محتفظة بالعلب دي ليه؟ بحتاجها، يعني بحتاجها في حاجات كده، فبحب ان انا في حاجات مميزة كده او علب مميزة بحب ان انا احتفظ بيها. وبعد ما خلصت طبعا الضلفتين اللي فوق، قلت اخد بقى الرف ده معايا، ببقى حاطه عليه كوبايات الشاي الاخضر بتاع جوزي، حاجات كتير كده ببقى حاطه عليه، مثلا علبة الملح كده. وكمان ساعة ما كنت حاطة السكر فوق هنا كان اتقطع، مش فاكرة هو اتقطع امتى او عمل لي يعني سكر في الرف ده. فجبت بقى الفرشة والجاروف كده، فبليت الفوطة كويس جدا، وبدأت ان انا امسح كده. وبصوا ما خليتش سفسوفة سكر. بصوا، باخد على ايدي كده واقوم شاطفة الفوطة وارجع تاني ان انا امسح تاني. اتأكدت بقى ان الدنيا بقت فل شمعة منورة، وبدأت ان انا اجيب بقى الكوبايات بتاعتي اللي انا برصها على الرف ده، وارصها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي بنظام كده. وشلت كل حاجة انا مش محتاجاها. كان في برضو علب، كان فيه حاجات كده انا ما كنتش محتاجاها خالص، زي مثلا كان بيكنج باودر وكربونات، والحاجات دي انا احتفظت بيها في حتة تانية علشان اما اجي انضف الاقيها. يعني انا بحب ان انا انضف بيها كده، كربونات على شوية خل. بصوا قلت بقى ادخل على المواعين كده علشان انضف الحوض، لان هاخد بقى الكافي كورنر لازم يتغسل معايا من اوله لاخره، فلازم الحوض بتاعي يبقى فاضي علشان اشتغل كده بنظافة. اول حاجة بقى عملتها، كان عندي مواعين برضو كان محطوطة ان هي تتنشف او تتصفى، فقلت اشيلها بس الاول كده، وبعدين نعمل جديد بجديد. يعني المواعين القديمة بشيلها على طول. هي المواعين اللي انتوا شايفينها اللي انا شلتها كنت غسلاها الصبح، كنت غسلاها في نفس اليوم ده. لكن شوية المواعين دول على بال ما روقت المطبخ، حلة من هنا على طبق من هنا على غطا من هنا، وكمان بيبقى فيه حاجات فيها اكل مضطرة ان انا اسيبها فيها اكل كده لحد لما اطلع بيها للطيور وانزل تاني. فتلاقوا بقى في حاجات بتبقى بسيطة كده في الاخر لازم تتغسل، زي الحلة اللي قدامكم دي كان فيها اكل الطيور، فقلت بس اطلعها كده الاول، ولما انزل ابقى اغسلها. كوبايتين بقى على هنا، مش عارفة تحسوا بقى ان المواعين بتتكاثر. هنا بقى كنت خلصت خلاص المواعين، شوية شوية صغنطتين كده يعني مش كتير خالص. وقمت غاسله بقى الحوض بتاعي مخلياه فل شمعة منورة، وغسلت كمان السيراميك اللي وراه، وكمان صفيت كده المواعين. بميل كده الصفاية بحيث بقى اي
ميه، اي حاجه متراكمه كده في الصفايه تنزل اول باول، ولان الطباخه عندي مش معدوله فبمسك الطباخه كده ايدي كده واحده واحده انزل من عليها الميه كلها. هنا بقى بعد ما اتاكدت ان الحوض بتاعي نضيف خالص، قمت منزله كل حاجه في الكافي كورنر، والكوبايات بقى والكنك وكله كله كله، لان في حاجات انا ما بستخدمهاش، يعني انا حطاها كده كشكل، وكمان ان انا استغل المكان ده، ومن ناحية تانية علشان ان انا الم فيها مثلا المجات والحاجات اللي زي دي، ومخليه شكل المطبخ تحفة، اللي هو رهام ده اللي انت بتتكلمي عنه، اللي هو الكافي كورنر. ففضيته بقى علشان انا ما بستخدمش كتير الحاجات اللي فيه، فلقيت كده زي تراب كده متراكم عليه ما بين اللي هما المجات. حتى لما شلت المجات لقيت مكانها كده اللي هي الدايرة بتاعة المج ذات نفسه عامل تراب تحتيه. قلت برضه اخدهم كده غسلة حلوة متينة كده، غيرت السلكة. وعاوزه اقول لكم ان الصابون ده طلع عيني. الصابون ده انا استخدمته، ما كانش عندي الصابون خلص خلاص اللي هو الاوكسي. انا بستخدم الاوكسي بيبقى حلو قوي قوي، وريحه ونظافه وكل حاجه. مودي بقى راح جابلي اللي هو الصابون اللي هو السايب، كيلو كده ب5 جنيه. فقلت مش مشكلة اقضي الغرض بس بيه النهاردة، على بال ما اجيب ازازة تانية. بدأت بقى ان انا بعد ما المواعين كلها اتصفت، هنا كنت بوريكم من البن اللي انا بستخدمه اللي هو عماد افندي، حلو فيه نكهات كتير جدا جدا وطعمه حلو. كان بقى الكوبايات كلها والمجات اتصفت كويس جدا، وبدأت ان انا ارصها، اجيب بقى شكل من هنا احط مج على هنا لحد لما وصلت للشكل النهائي. يعني بحاول ان انا اغير بس علشان عيني بتبقى واخدة على الحاجة، فبحاول ان انا كتغيير مش اكتر. بصوا، بعد ما رصيتهم كده قلت لا انا هغير شوية واطلع دول فوق علشان ما يبقاش كل مرة نفس الشكل، وانزل دي تحت اهو بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش ما فرقش كتير يعني، بس انا قلت حاجة تغيير كده. جيت بقى هنا على الرخامة وبدأت برضو ان انا اغسلها كده، وجبت بقى الصابون. بصوا الصابونة بيرغيش خالص، وده اكتر حاجة بتقفلني وانا بنضف، يعني تنظيف يعني رغوة صح. فالصابون ده علشان هو سايب زي ما قلت لكم، فما كانش بيرغي خالص، لكن هو قضى الغرض بس معايا، لكن ما كانش حلو خالص يعني. بدأت ان انا بعد ما غسلت الرخامة شلت بقى شفطت كل المية اللي كانت عليها، وهجيب كده اللي هي عشان مش حمد رسول الله الفوطة، وامسح بقى وانشف اللي هو البلاط الحجري ده او الفوم الحجري. بغسله عادي، باخده معايا وانا بغسل كده حتى تحسوا ان هو عايش معايا كده ونضيف وبيبرق على طول. بيتغسل عادي جدا بالسلكة، مبيجرالوش اي حاجة. هجيب بقى اللي هو الكاتل ده واحطه كده. ما حبيتش ان انا اغسل معاكم الكاتل في الفيديو ده علشان ما شتتكمش، علشان اوريكم انا بغسل الكاتل ازاي. يعني الكاتل ده بخليه فل بيبرق كده. خلصت بقى المطبخ كله من فوق، بدأت ان انا نزلت على المطبخ من تحت من بره بقى. ما احنا غسلنا جوه لازم نغسل بره بقى. جبت حته سلكه نظيفه برضو. بصوا علشان اشوف الرغوه دي، كل شويه اغير السلكه اغير السلكه اغير السلكه لحد ما خلصت ربع كيلو سلك في تنظيف النهارده في الروتين بتاع النهارده. غسلت بقى المطبخ من بره لان كان عليه برضو زيوت، مكان مسكت ايدي ومكان كمان اللي هي المقابض دي. فقلت اغسله كده وانضفه علشان المطبخ كله يبقى بيبرق. وبعد ما غسلته كده وطلعت عينه من الغسيل، بدأت بقى ان انا اشطفه. لو وصلت لحد هنا فاكيد الفيديو عجبك، فحطي لي اللايك الجميل بتاعك، هستنى اللايك الجميل، وهستنى كمان تعليقك اللي بيشرفني كل فيديو، واللي بيحمسني كده ويشجعني وبيحسسني كده ان ليا ظهر، ليا اخوة كده او ليا صحاب. جبت بقى هنا برضو كنت مستخدمة سلكة نظيفة. كل حاجة كده انقل عليها اقوم مستخدمة السلكة النظيفة تاني، بحيث بس ان ما بقاش مستخدمة حاجة مكان حاجة مكان حاجة، لان السلك ده اساسا لما بغسل بيه شوية بحس ان هو بيهبط الرغوة مني. فكل شوية اقوم جايبة حتة كده صغنططة واقوم شغالة بيها. غسلت بقى التلاجة كده خليتها بصوا بتبرق، بصوا الجمال. وهكذا خلاص يعني بدأنا ان احنا نفنش الفينش الاخير. شايفين المطبخ بقى بيبرق، يعني مش قادرة اقول لكم
الريحة حتى بقت عاملة ازاي. اجيب الكوسترات بتاعتي او البتوع دول مش عارفة اسمهم ايه اهم حاجة عندي. وبعد هنا بقى بدأت ان انا اجيب بقى شوية معطر كده ومسحت بيهم الرخامة ده، وده بيفرق جدا عندي. بصوا بنفس الفوطة اللي انا مسحت بقى الرخامة مسكت بقى الايه المطبخ كده من بره مسحته، فرق جدا في الريحة واللمعة، يعني بيديكي لمعة كده وكمان بيخلي ريحة المطبخ ايه فل. بصوا بقى حبيت ان اوريكم الشكل النهائي كده، في فرق كبير جدا جدا عن ما وريتكم في اول الفيديو. دول شوية مواعين بقى هصفيهم كده واشيلهم مكانهم على طول عشان برضو ايه ما يبقاش مكركب الدنيا. ودي شكل التلاجة بعد ما نضفناها، وده كان شكل المطبخ. على فكرة انا كنت مشغلة غسالة كمان جنبي، وده اللي ما صورتوش كمان في الفيديو. استنوني في فيديو جديد، دمتم في رعاية الله.